طبعا النهارده الفندق هو راعي مستمر لمهرجان الفضائيات، فعايزين نعرف ايه سر الرعاية المستمرة النهارده للمهرجان، ودايما حبكم للمهرجان ده ايه؟ والله شومان بيحبوا الفن وفعلا داعمين دايما للفن. فمن ضمن الحاجات اللي احنا فعلا بنقدرها وبتكون زي ما بنقول منفعة مشتركة وحب مشترك هو الدعم المستمر لأي مهرجانات فنية أو رياضية. عايزين نعرف دورة السنة دي بتبقوا متبلغين بالفنانين اللي جايين، وفي استعدادات خاصة نقدر نقول لكل ايفنت عن التاني، ولا هي الاستعدادات دايما واحدة؟ الاستعدادات دايما واحده، اي ايفنت واي تكريم بغض النظر عن مين هي الشخصيات اللي بتكرم، هو نوع من الاهتمام والتقدير للشخص والبني ادم كبني ادم بغض النظر عن ايه هي الحاجه اللي بيقدمها. فالتكريم هو تكريم بغض النظر عن مين هو الفنان. في النهايه احنا يعني بنكرم قيمه ومش بنكرم فرد. عايزين نعرف السيزون كده، الصيف خلص، فعايزين نعرف الفندق نقدر نقول حقق نجاحات قد ايه السنة دي؟ لا الحمد لله، يعني النجاحات اللي اتحققت احنا نعتبر حاليا الفندق نمرة 1 على منطقة التجمع الخامس. فمن حيث الاوكيبنسي احنا واصلين النهارده افريج يير تو ديت كده حوالي أكيد إن شاء الله. عايزين نعرف في تطورات هتحصل الفترة الجاية، تفاصيل. ان شاء الله. حاليا في 250 غرفة وفي بروجكت شغالين الفنادق الكبيرة على مستوى منطقة التجمع خصوصا. واللي شجعنا على اتخاذ القرار ده هو الديماند اللي حصل علينا الفترة اللي فاتت ناس كتير، وعلى رأسهم طبعا شغل المهرجانات ده طلب مننا روم كتير جدا ما كناش قادرين نوفرها لكل الناس. فان شاء رب العالمين ده ان شاء الله يعني الفترة اللي جاية دي 150 غرفة دول هيضيفوا لنا يعني كمية غرف كبيرة تانية، ايفنتات وحاجات اكبر من اللي احنا بناخدها حاليا. شكرا وسعادة.